السلام عليكم. ألف صلاة والسلام على محمد مصطفى. اليوم إن شاء الله جبتكم وصفة خفيفة ظريفة إن شاء الله يا رب يتنال إعجابكم كالعادة. العوايد سهل ولا خفيف، وأهم حاجة البنة. نعاود نقول لكم البنة هي أهم حاجة. كما راكم تشوفوا معايا اليوم عندي طرف تاع دجاج هنايا. المهم اللي كان عندكم كويس، سكالوب، جنحين، لكن ما كاخله، لو كان حتى مكعب تاع جumbo تاع دجاج يكفي، مع حبه تاع بصل. كما راكم تشوفوا نشف البصله تاعي مليح من الماء. من جهه اخرى عندي هنايا زيتون نقيس يعني 20,000، شريت ميزان. يعني انا بيته ليله من قبل في الماء. يعني الزيتون من الأحسن انكم تبيتوه ليلة من قبل في الماء، ومن بعد يعني طيبوا به، ولا تقدروا تعاودوا تغليوه. ويعني يرجع لكم الاختيار، كل واحد وطريقته. كان اللي يحط له سكر، يعني كل واحد وكيفاه. بصح من الأحسن انه يعني تبيتوه في الماء. الصباح كي تنوضوا ان شاء الله صفيوه، بدلوا له ماء عادي، تقدروا تزيدوا تغليه ولا طيبوه كما كان. كما راكم تشوفوا هنايا البصله تاعي راني نقلي فيها، يعني بعد ما نشفت من الماء نضيفوا لي زيبيس تاعنا. ولي زيبيس يعني باش نقول لكم، اهم حاجه لي زيبيس تكون عندك فكره عليهم كبيره بزاف، وتكون تعرف بوه الطيب. هنايا شويه كركم، شويه الحنوت، وشويه لي زيبيس يعني تاع الزيتون. راني نقلي فيه مليح، يعني مع الطرف تاع الدجاج اللي عندي. يعني بعد ما تقلت البصله مليح، بلا ما تنساو يعني الملح والزيت لازم. راكم عارفينهم، يعني مش لازم نقولهم لكم. نعرفهم كامل شطرات وفحلات. نمرقوهم شويه ونخليوها طيب. يعني في الوقت اللي يطيب الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا يعني راه تاب. في الوقت هذا نضيفوا له هنايا الفرماج وكريم فريش. لكن كان عندكم في كريم فريش ضيفوه، لكن ما كاش تقدروا يعني تعوضوه حتى بكاس حليب. يعني لكن ما كاش كريم فريش ديروا كاس حليب. انا عندي هنا الفرماج راني نقص فيه. انا يعني استعملت فرماج بربر. انتم استعملوا اللي كان متوفر عندكم، لو كان حتى مكعبات. المهم هنايا حبيت لاصوص تاعي تكون عاقده، يعني خاطره مليح، يعني وعاقده يعني بالفرماج. يعني كل ما تكثروا كل ما بنين، يعني ما كاش منها تحتي بزاف ولا منا ولا. المهم هنا تقدروا تضيفوا، لكن ما عندكمش كريم فريش. انا هنا يعني ضفت كريم فريش. نتوما تقدروا تضيفوا يعني حتى كاس حليب. آه يعني اول حاجه يعطينا بنه وكما يقولوا نكهه يعني بزاف، يعني مليحه لاصوص تاعنا. نخليوهم يعني حوالي 4 دقائق حتى يعني يذوب الفرماج تاعنا، يعني وتختار لاصوص تاعنا معنا. كما راكم تشوفوا يعني في الوقت هذايا نغطيهم نخلي يذوب الفرماج، ومن بعد يعني نضيفوا لهم الزيتون. يعني تقدروا نتوما تعوضوا تاني الزيتون، يعني بلي ما يكونش زيتون تقدروا تعوضوه بالشامبينيون، يرجع الاختيار لكم. انا مدت لكم الفكره وانتم ديروها كما حبيتوا. انا كما راكم تشوفوا يعني ضفت الزيتون ديالي، انا ما قطعتوش. يعني الحبه تاعو صغار، ولكن كانوا كبار تقدروا تقطعوه، تقدروا يعني تخليوه كما هو. كما راكم تشوفوا نخليو يعني تختار يعني 2 دقائق 3 ونطفيو على اللاصوص تاعنا. انا هنا رحت نوجد الرولي. الرولي يعني راني حطيت الوصفه يعني من قبل، يعني نزيد نعاود يعني للتذكير فقط. كما راكم تشوفوا عندي صدر تاع الدجاج، عندي توم، بصل، يعني دبشه معدنوس، وحبه تاع بيض، 2 مغرف تاع شابلير، نخلطهم كامل مليح يعني مع لي زيبيس يعني تاع الدجاج، فلفل كحل وملح وشويه راس الحانوت. تقدروا يعني هنا تاني تضيفوا الفرماج، يعني اضافي الفرماج، يعني تقدروا يعني تخلطوه مع الدجاج تاعكم، يعني واللي تحشوا به من داخل. انا هنا كما راكم تشوفوا يعني حطيت عند السيليفان تاعي فوق البوطاجي. يعني حاولوا انكم تسردوا البوطاجي تاعكم يعني حتى يلصق معكم الورق، يعني وما يتحركش معكم. هنا يعني نحاولوا انه يعني نسويوه، ما باليش نتوما ديروها، تقدروا تقصوا الكميه على 2. انا حبيت يعني نوفر وقت فقط، يعني وسهل عليا درت يعني رولي واحد. جاني رولي كبير. يعني كما نقولوا لا بأس به، يعني تقدر حتى يعني يوكل لك يعني مع لاصوص اللي درتها حوالي 7 أشخاص. وانتم يعني اللي كان حاب يعني ديروا كميه اصغر، صغروا الكميه، حابين تزيدوا باينه هذه لك، ما كلاش نحكيو فيها. هنايا راني ضفت الفرماج تاعي. هنايا تاني يعني تقدروا تستعملوا مكعبات، تقدروا يعني ديروا اي نوع تاع الفرماج. انا حبيت يعني الذوق تاع البربر صراحه، يعني ما نستغناش عليه. ذوق وبنه، يعني عنده بنه خاصه. يعني كما راكم تشوفوا معايا نحاولوا يعني ان نضغطوا عليه، يعني حتى يعني ما يتماسك معنا وما يتفتحش، يعني ما يتفكش.
انا في الوقت هذا يعني راني نوجد فيه، ومن جهه اخرى يعني الزوج تاعي قال لي حايب انه يعني يطلع كما نقولوا يروح لدارهم، لدار عزوجتي. من جهه قاعده نوجد، ومن جهه يعني قاعده يعني نوجد في قش البنات. الله غالب، كما نقولوا حكمت المحكمه، ما عندنا ما راح نديرو. المهم لازم نوجد بالخف، ويعني صراحة والله هذا يعني كما نقولوا طبق يعني ما ياخدش وقت يعني. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. وهذه هي الوصفة تاعي تاعنا اليوم. يعني بعد ما طابرولو تاعي تقدروا تغلوه يعني، وتعاودوا يعني تغلفوه بالالومنيوم يعني وتغلفوه. ومن بعد يعني تحطوه يعني تقدروا يعني تفوروه في الكسكاس عادي، ولا تقدروا يعني تحطوه ما يعني في مقله ولا برمه ولا اي حاجه كانت عندكم وتغلوه. ومن بعد يعني بعد ما يطيب نخرجوه نحمروه في شويه زيت وشويه زبده. وكما راكم تشوفوا هذه لاصوص تاعنا تاع نهار اليوم، وهذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي نال اعجابكم الطبق تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله يا ربي. ونتلاقى مع وصفه جديده ان شاء الله. ما تنساونيش البنات والبارتاج، بارطاجي مع حباباتكم وصحباتكم حتى تعمل فائده على الجميع عفوا. يعني طبق بسيط ومن عائلتي المتواضعه ومن مطبخي المتواضع. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة ومع وصفة جديدة إن شاء الله، وإلى الملتقى.